السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وهنا وسعادة يا رب العالمين. كنت برا بقى كده علشان بجيب شيالة كحك وبتفور، لاني نسيت شايلة الكحك والبتفور في شقتي القديمة، ورجعت بقى لقيت الشقة تضرب تقلب كده زي ما انتوا شايفين. بدأت بقى اشيل الزينة بتاعت رمضان لان النهاردة كان الوقفة. كنت زعلانة جدا وحزينة وانا بشيلها، بس الى اللقاء يا رمضان، وان شاء الله لو اتقابلنا نتقابل في احسن حال بإذن الله. بدأت بقى أول حاجة أبدأ بيها كده إن أنا أفك الخيمة. كان في نيتي أعمل حاجات كتيرة قوي في الشقة في اليوم ده، بس ما قدرتش لأن الشقة حرفيا أنا رجعت من برا لقيت محي وحور قلبين الشقة كلها. يعني بدل ما كنت هروق الصلاة بس، لأ، ده انا هروق الصلاة وغرف النوم وأوضة اللعب وكل الحاجات دي. وكمان اتفاجئت بعزومة وانا برا ان انا عندي عزومة النهاردة، فرجعت ما عملتش اي حاجة خالص غير ان انا شلت الحاجة دي وعملت الاكل وجريت بقى بعد ما خلصت علشان اروق الصالة. اول حاجة بدأت بيها معاكم كده زي ما انتوا شايفين ان انا افك الخيمة بتاعتي اللي انا كنت عاملاها بماسورة ستارة كده ومساور تانية بلاستيك. كانت بقى متعبة نوعا ما كده علشان خاطر انا كنت ربطها جامد قوي بحيث ان هي ما تقعش. اول ما فكيت الاربطة ثابت، فجبت بقى المقص بتاعي لان كنت ربطاها وكده. بدأت اقص بقى في الحبال لان انا كده السنة الجاية باذن الله تيجي علينا بالخير هغير النظام برضو. شلت بقى القماشة الخيامية بتاعتي كده وطبقته. قماشة جميلة جدا، والقماشة زي ما قلت لكم بتقعد معايا بدل سنة واتنين والله العظيم، يعني كتير ما شاء الله. طبقتها وبدأت أعين كل حاجة في البوكس. قلت أنا هعين الحاجات في البوكس كده مؤقتا عم بلم ومش عارفة هعمل فيها ايه. شلت المواسير بقى كده ورحت عينتها مكان ما كنت حطاها في البلكونة. بدأت أشيل الفوانيس وأي حاجة ليها علاقة برمضان علشان السنة الجاية على خير إن شاء الله نستخدمها سوا. حتى المفارش الصغيرة كده لمتها. كنت عايزة افرش معاكم فرشة العيد بس للأسف ملحقتش. هوريكم الشكل النهائي في اخر الفيديو ان شاء الله. كملوا الفيديو الاخر، ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت حلو من كومنتاتكم الجميلة واشتراك في القناة لو مشتركتوش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. شلت المفارش برضو من على الجزامة كده، وبرضو شلت الفانوس الكبير ده بس نسيت ان انا اشيله قدامكم. شلت بقى الخيامية وكده وبدأت اطبقها. بعدين حطيت البوكس على الركن عشان الم بقية المفارش، وده المفرش اللي انا كنت عاملاه لترابيزة الركن. شلت ستارة النور وشلت كل حاجة، حتى الطبق ده بتاع المكسرات والتمر شلته هو كمان. وشلت الفانوس الكبير، بس الفوانيس ما كنتش عارفه عينها فين. جبت البوكس بتاعي بقى وبدات ارسم فيه بحكمه كده وعقل. حطيت البوكس وحطيت فيه بقى مترين الخيش بتوعي كده اللي كنت ما استخدمتهمش، والخياميه، مفارش الصغيره، وسجادة الصلاه اللي انا كنت جايباها للولاد، مفرش السفره ومفرش الركنه، والمفارش اللي كنت حطاها كمان على البار. رصيتهم كده علشان عرفت انا هعمل ايه في البوكس ده. ولميت بقى المفارش اللي على الجزامة وكل ده، وطبقت الحاجة كلها بحكمة كده. وبعدين حتى العلاقات اللي هي رمضانية ديت عندي بقالها سنة، فلميتها وحطيتها وكلمة رمضان كريم وكل ده. وقلت في الاخر بقى هغلف البوكس بتاعي كده علشان خاطر التعب ده كله ما يروحش وعينه تحت السرير. السنة الجاية بإذن الله وعلينا خير وعليكم بخير يا رب العالمين نقوم مطلعين. حتى الفوانيس بتاعه الولادة عندها عشان ما يبهدلوهاش ويكسروها، لان حرام بجد، لان شكلهم جميل قوي وكل واحد عليه الاسم والصورة كده حلو. وعقد النور الوحيد اللي كنت فرشاه قمت شايلاه وكمان عيناه وغلفتهم وعنتهم تحت السرير. طلعت بقى البونبونيرات بتاعتي دي لاني ما اشتريتش بونبونيرة كبيرة، لا، افتكرت ان انا عندي الثلاث بونبونيرات الصغيرين دول، فقلت دول هيعوضوني عن بتاعه الشوكولاته اللي عندي وخلاص. واشتريت شيالة كحك هوريها لكم جميله جدا. الاسعار حقيقي صعبه جدا، يعني لولا البونبونيرات دي كانت عندي انقذتني. كنت شارياهم من سنتين، التلاتة دول ب260، لا وكنت مستغلياهم كمان. وانا في المحلات بره ببص لقيت مكتوب على الواحدة 150 جنيه، فما شفتها بره افتكرت ان هم عندي، فقلت خلاص هستخدمهم السنة دي. جبت بقى كاندي اسباني كده بسعر حلو،
الربع ب30 وكده، فجبت كذا واحدة، جبت اللي هي الكونو والجيلي والمارشميلو والكلام ده. جبت الشوكولاته بقى اللي ماما جايباها لي كده، بدات اعبيهم بقى في البونبونات بتاعتي. كنت محتاره جدا هفرش ازاي. عايزه اقول لكم ان انا كنت بفرش واذان العشاء بتقول، لو انا ما عادش عندي وقت هرش المعطر امتى اللي الناس بترشه، مش عارفه والله العظيم. وكان ناقصني حاجات كتير، يعني مفارش السفره ومفارش الترابيزات كمان في شقتي القديمه. فلو انا هفرش ايه، انا بعمل ايه، انا ما عادش عندي حاجه اعملها. وقعدت بقى ايه كده عماله افكر مع نفسي. فكان عندي كذا مفرش كنت جايباهم من عند ماما كده، فهحاول افرشهم معاك، وللاسف ما فيش حاجه فيهم عجبتني، ولقيت مفرش واحد بس قمت فرشاه. حطيت الشوكولاته كده كلها في البونبونيره الكبيره، لان الشوكولاته كتيره وكنت شايله منها كمان حبه، لان حسيت ان البونبونيره مش هتاخد، شلت شويه كتير كده على جنب حطيتهم في جنب. جبت الكونو وعبيته في اصغر واحده، وبعدين رصيت الكاندي بقى كلها في الكبيره برضو. بس في الاخر غيرت الرصه بتاعه الكاندي. عايزه اقول لكم ان ما عادش منها ولا واحده، يعني انا كنت بفرش يوم الوقفه وما خلص يوم الوقفه حطيت المارشميلو تحت وبعدين فوق الكاندي، ورجعت قلت لا هحط الكاندي في كده تحت والمارشميلو في النص والكاندي التانية فوق. كان شكلها احلى والطف بصراحه، بس احنا جايبينهم للاكل مش للشكل. فالعيال خلصوهم، وفي الاخر بعد ما خلصوهم جم بالليل يا ماما اسناني يا ماما اسناني. يعني ما تجيبوش الحاجات دي على طول، احنا جايبينها عشان عيد بس. تمام. بدأت بقى جبت المفرش الكبير الستان دوت. هو مفرش سفرة، جيت افرشه كده مش عاجبني. بعد ما فرشت قلت لا انا هشيله. جبت المفارش الصغيرة دي برضو فرشتها كده على السفرة، بعدين قلت لا برضو مش عجباني، المفروض ان انا كنت هحطها على البار. لا حطيتها لا على البار ولا حطيتها على السفرة. هتشوفوا في الاخر انا فرشت ايه. في الاخر فرشت المفرش الفرو الابيض، ايوه اللي هو ده، حطيته كده في نص السفرة ورصيت عليه البونبونات بتاعتي، وبعدين جبت شايلت الكحكة اللي انا جايباها الجديدة وحطيتها جنبهم. بدأت بقى أكنس عند السفرة، وللأسف نسيت أصور شايلة الكحك، هقوم أصورها لكم برضو والله العظيم مش هخلى بيكوا لأ. رنين بقى كده جات عقبال ما انا بعمل الشتا، كان في شتا من يومين، فانا عندي المطر عشان انا في اخر دور ما فيش فوقي حد، فالمطره بتدخل عندي على الشبابيك جامد. ببص بقى الشباك مطرف فقلت يا انا لسه هعمله. فرنين دخلت على طول كده علشان خاطر تروقه هي كمان، مسكت بقى الفرشه بتاعت الشباك كده واديله ادي، ما سكتتش خالص فضلت تعمل فيه. فكنت بصورها بقى وكده، فبقول لها امشي كويس اعملي الناحيه دي كده. بدأت تخلصها بقى كده والضلفة بقت زي الفل زي ما انتوا شايفين. يا جماعة احنا نقلنا الهلالات والحاجات دي هنا عشان اي ديكور عيد. كنت ناوي اعمل حاجات تانية بس للأسف اتأخرت، على طول متأخرة. تعالوا بقى كده عشان ما عنديش مجمع ازاز، فجبت السفنجة دي كده وهوب انا دعكها بقى عشان كل حاجة لازم تكون مستحملة حماية العيد من الاخر يعني. ايوه انا الوحيدة اللي جاية متأخرة، على طول رشة المعطر دي برشها وصلاة العيد بتقوم واجري بقى على الصلاة بسرعة، بروح جري ما بروحش ماشي زي الناس. ده لو لحقنا الصلاة كمان، ده لو لحقناها. قعدت بقى المراية كده بالسفنجة، جبت الفوطة بتاعتي وبدأت ألمع بسرعة 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 بسرعة، كنت مستعجلة جدا. مسكت بقى المناديل في الآخر ونشفتها. بعدين رنيم كانت خلصت الضلفة ديت من الشباك وهتدخل بقى على الضلفة التانية، وكانت بتورينا بقى كده وهي مروقاها من بره ومن جوه. شطورة يا رنيم، عايزاكم كلكم تقولوا شطورة يا رنيم في الكومنتات. جبت بقى المناديل لأن هي أكتر حاجة بتلمع المرايات. لمعت بيها بقى المراية كده تلميعة كويسة وزي الفل، وبقت بتبرق حمينا كل حاجة حماية العيد. عايزة اقول لكم ان انا مخلصة قبل صلاة العيد بربع ساعة بالظبط. جيت بقى على المكتبة هي كمان ولمعتها، ونسيت اصور لكم وانا برص الانتيكات فيها والله العظيم. مجبتش حاجات كتيرة للعيد لان بصراحة المالية كانت باظت خالص بسبب هدوم العيد وكل ده وحاجات كتيرة قوي. بدأت بقى ان انا ادعكها كده بسرعة 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 علشان خاطر انشفها.
وده كان يعتبر الشكل النهائي للصالة. رصيت الانتيكات كده في المكتبة والنور على المراية والمنظر ده كده، بس نسيت اصور لكم الركنة والشيالة والحاجات دي. ده بقى واحنا كنا نازلين نصلي العيد، لبسنا عملنا ماتشنج ابيض كده سوا، والولاد لبسوا الاسدالات بتاعتهم. شوفوا كان حرفيا المنظر تحفة. توزيعات العيد ما عرفتش اصور لكم واحنا بنوزع التوزيعات علشان خاطر ما كانش معايا الموبايل. حسام قعد يصور بقى وهو نازل من المسجد الكبير كده، حرفيا الناس كانت ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده تحفه ومنظر تحفه. رجعنا بقى من صلاه العيد بعد ما خلصنا، لبسنا الولاد ووقت العيديه، وقفوا طوابير بقى كده ومستنيين الهدايا من حسام. ما تنسوش تدخلوا على القناه وتشوفوا الفيديو ده في الشورتس. كل سنه وانتم طيبين وسلام.